أغرب عضلات بطن وأكترها هتشوفها في حياتك. ده شخص اسمه محمد علي. محمد علي عنده 10 باكس أو 10 عضلات بطن. وفي الفيديو ده هقولك إزاي تطلع 10 عضلات بطن زي محمد علي. وطبعا أنت لو وصلت لحد هنا ولسه فاكر إن أنا هقولك على طريقة إن أنت تطلع بيها 10 عضلات بطن، يبقى أنا بحور وبضحك عليك. ليه بقى؟ لأن الموضوع ده جينات وراثية للأسف بحتة. زي مثلا ايه؟ زي ان لونك او لون عينك خضرة او زرقاء او اسود او ايا كان. لون البشرة بتاعتك مثلا لو انت خمري شوية، لو انت اسمر حبتين، كل الكلام ده بيبقى جينات وراثية. زي برضو تكويرة البايسبس بتاعتك، زي برضو شكل الترايسبس بتاعتك كبر، وحجم الرجلين بتاعتك، الانسرشنز بتاعتها، كل الكلام ده يا جماعة جينات وراثية بحتة. فلو لقيت اي حد بيقول لك ان في تمرينة معينة هتطلع لك عدد عضلات بطن اكتر، يبقى هو بيحور عليك. وبرضه لو في حد بيقول لك ان في تمرينه معينه هتنزل لك الدهون من منطقه بحد ذاتها، يعني مثلا تمرينه البطن مش هتنزل لك ومش هتطلع لك عضلات البطن، هي هتشد عضلات البطن، لكن لو عليها لاير اوف فات او طبقه من الدهن لا يمكن تبان. هتبان امتى؟ هتبان بالنظام الغذائي مع التمرين، ولكن التمرين مش هيظهرها، التمرين هيشدها، بحيث لما تنزل الدهون اللي عليها هتبقى فيزيبل او مرئيه بالنسبه لك اكتر. فمفيش تمرينه بتنزل لك الدهون من على منطقه معينه. مفيش حاجه اسمها شورت كات او المختصر اللي تقدر تاخده فيبين لك عضلاتك او يظهر لك عضلاتك او ينزل الدهون اللي عليها. كل الكلام ده بيتعمل هاتش علشان بس ايه؟ يجر رجلك ويجيب مشاهدات على قفاك للاسف.